حكم تارك الصلاة. ما هو حكم تارك الصلاة؟ سئل عن مسلم تارك للصلاة، سئل يعني ابن تيمية، وده المرجع، أنا حاطط كل المراجع تحت، فأي واحد بعد انتهاء الحلقة وحابب يراجعها أو يشوف المراجع أهلا وسهلا. حكم تارك الصلاة: سئل عن مسلم تارك للصلاة ويصلي الجمعة. مثل عندنا في المغرب ناس كتيرة ما بتصليش الصلوات الخمس، لكن يوم الجمعة بيحملوا السجادة وبيجروا، لأنه ظاهرة اجتماعية فبيجروا على الصلاة. حكم في نسبة كبيرة في المغرب، يعني نسبة كبيرة جدا، مش 5%، مش 10%، لا أريد أن أعطي رقم جزافا، لكن هي كبيرة جدا، ممكن تتعدى 50% بيعملوا كده. طيب، ما حكمهم بحسب ابن تيمية؟ قال: فأجاب: الحمد لله، هذا يعني تارك الصلاة استوجب العقوبة باتفاق المسلمين، يعني لازم يعاقب. والواجب، ايه هي عقوبته يا سيد ابن تيمية؟ الواجب عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد يستند على أقوال علماء آخرين، وهو موافق، يعني هو لما يستأنس بآراء العلماء هو موافق. الحكم أخذوا منين؟ أخذوا من مالك والشافعي وأحمد، اللي هو أن يستتاب، نقول له توب، تبطل الصلاة. هل ستصلي؟ لا. طيب، فإن تاب أهلا وسهلا، وإلا قتل. عبارة فإن تاب وإلا قتل تكاد تكون بلا عدد في فتاوى ابن تيمية، البعض حطها بالمئات، فوق 300 وشوية مرة رددهم فإن تاب وإلا قتل. ممكن نسميه شيخ فإن تاب وإلا قتل، هو الشيخ الذي يردد هذه العبارة كثيرا جدا. كل واحد عنده في أي مسألة يتوب فإن تاب وإلا قتل، نعمل فيه إيه؟ فإن تاب وإلا قتل. طيب، لو جات اليوم خلينا نطبق هذا على أرض الواقع ونشوف ابن تيمية إرهابي ولا مش إرهابي. داعش ده قتلت ناس ما قتلتهمش، لا أعلم أنا في أي مكان أنه قتلت ناس على الإفطار العلني، ممكن يكون حدث، لكن أنا لا أعلم حادثة من هذا القبيل. تخيل أنه تقوم مجموعة اليوم تقول لكم أنا أريد تطبيق شرع الله، يمسكوا واحد يعدموه في الشارع، إيه عقوبته؟ أفطر رمضان واستتبناه ولم يتب فقتلناه. إيه عقوبة ده؟ تارك صلاة، بيصلي الجمعة لكن ما بيصليش صلوات الآخر، استتبناه لكن لم يتب فقتلناه. هذه الجماعة هل سنسميها جماعة إرهابية ولا لا؟ كونوا صريحين مع أنفسكم. إذا كان الجواب نعم فابن تيمية إذن إرهابي، إذا كان الجواب لا فابن تيمية ليس بإرهابي. هل نقتل تارك الصلاة في البلدان الإسلامية اليوم؟ طب ليه لو ابن تيمية مش إرهابي يا أزهر يا علماء الإسلام، ليه مش مطبقين هذه الأحكام؟ ليه لما واحد يمسك وهو بيفطر في رمضان ليه ما بتقتلوش؟ معناه أنكم فرطين في دين الله. الشيوخ أنا أتكلم مش بس عن الحكومات. الأزهر ما تطلع يا أزهر فتوى أنه جزاء المفطر في رمضان هو القتل، وجزاء تارك الصلاة هو القتل، وخلينا نشوف تطبيقها في مصر. طالما أنكم مش قادرين تطبقوا هذه الأحكام، إذن أنتم بطريقة غير مباشرة بتنادوا بأن هذه الآراء متطرفة جدا، وإلا السؤال ليه ما بتطبقوهاش؟ ده سؤال لازم تجيبوا عليه.